عايز اتكلم في موضوع حساس جدا، ولاول مره هطلبها من الناس. يا ريت الكل بعد ما يخلص شيروا الفيديو. انا نفسي الفيديو يوصل للناس اللي انا بكلمهم دول، عشان لو وصل زي ما انا عايز هعمل لكم بروباجندا على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون. انتوا بتموتوا في الفضايح، فانا بقى هدلعكم. والله هدلعكم. انا عندي كام فان عندي يعني. الفيموس، انا عايز اتكلم الفيموس اللي انا مش منهم. الحمد لله انا مش فيموس. الفيموس في مصر دلوقتي بقى حد بيعمل ايه؟ يعني لو بنت مثلا تبدا تركز على ايه؟ بودره، بودره كتير، احمر خدود. البنت بدنا خدودها يا جماعه. الروج واي لاينر بقى. شايفين واخدين اي لاينر لحد ودانها كده، تلفهم وتسحبهم اي لاينر. لو محجبه تلبس طرح لحد هنا وتبدا بقى ايه؟ تتصور. وشغل اغراء بقى لو هي مش محجبه، تبدا بقى تبين الكتف من هنا وتبين الحته من هنا وتبدا تقلع لك هدومها كلها لمجرد انها تبقى فيموس. وتلبس بناطيل تحس انها حقناها، والله حقناها مش لابساها. يعني بيعملوا حاجات غريبه في نفسهم لمجرد انهم يتشهروا. بقى عايزه تتشهر عشان تبقى معروفه وخلاص. تتشهري بقى ليه؟ مش مهم، بس الناس تعرفني. طب ازاي؟ مش فاهم. يجي له ولد مثلا عايز يبقى فيموس، يبدا يفكر مع نفسه كده: عايز ابقى فيموس، عايز اعمل حاجه كده ما حدش عملها. بس انا اخش على دولاب اختي، البس بناطيلها، البس بادي كارينا، ابدا الزق في شعري، اتمحن على الكاميرا، بقت فيموس. الناس عرفتني خلاص. وفي اللي يقول لك انا ممكن اشتم اتشهر، في اللي يقول لك انا ممكن اعمل اي حاجه واتشهر. بقى اي حد عايز يتشهر بيفكر في اتفه حاجه عشان يتشهر. البنت عايزه تتشهر تفكر تقلع، الولد عايز يتشهر يفكر يبقى مختلف، لدرجه انه ممكن يبقى شبه البنات بس هو بقى مختلف، بقى فيموس. 3 نوعات او 4 عايز اتكلم عنهم، مش عارف يعني زي ما تيجي بقى. اول حاجه، واحد يجي قدام الكاميرا يشتم ويسب ويلعن وياخد في ذنوب وسيئات وفي الاخر يتقال له يا عمو. عمو راح، عمو جه. وفي الاخر الناس تقول لك ده اتشهر ازاي؟ ده ازاي المعفن الجربوع ده يتشهر؟ مش هرمي الكلام عليه، انا هرمي الكلام عليكم انتوا. مين اللي شهر؟ مين اللي عمل نشر لاصحابه؟ مين اللي وصل ان هو يبقى عنده فوق ال 200,000 فولور؟ انتوا. فما تجيش تتكلم عليه، خلاص شد بلاستر. يجي واحد تاني يتبع في اسلوبه: انا بفطر بيض، انا بتعشى بيض، انا باكل بيض، بيض في كل حاجه. وانتوا اللي شيرتوا، وانتوا اللي عملتوا، وانتوا اللي خليتوه يتعرف، وانتوا اللي فجاه خليتوه بقى مذيع، بقى حاجه، بقى ليه قيمه. ايه خلو؟ مش كده خلو، ما ينفعش. واحده تانية تيجي تبدا تفكر عايزه تشهر، اعمل ايه؟ فكرت اسهل حاجه ممكن تعملها البنت: كت وحاجات كده، محن بقى، تشتغل في محن بقى، محن. في الاخر اخر 2 دول بقى لما يعملوا كده انتوا تتريقوا عليهم وتشهروهم، والتريقه على ده والتريقه على دي. في الاخر عشان يحرقوا دمكم يعملوا برنامج واحد بس يسموه الاومليت والناس تتفرج. ايه بقى هدف البرنامج ده او هدف الحلقه ال4 دقايق دي؟ والله انا ما اعرفش. انا ما اعرفش حاجه كده هدفها الفقع، كسر المراره، كسر كل حاجه. اومليت ما اعرفش ايه لازمته، بس في الناس بتتفرج والناس بتشتغل، خلاص الناس بتكيفها. رابع حاجه بقى، لما يجي واحد بقى عايز يتشهر باي طريقه، خلاص مش عارف يعمل ايه بس هتشهر. مع فيزا فيها كام دولار، يقوم حاططها، الناس عرفته، بيشتري لايكات، اللي هو انا بجبر الناس تتفرج عليا. هي مش كده والله، هي بالحب مش بالقتال. بالراحه على نفسك كده، فكر، اعمل حاجه مفيده قدمها للناس. اتشهر بسبب ان انت بتعمل حاجه مفيده، بتعمل حاجه الناس بتستفيد منها، تضحك عليها، مش تديهم في سيئات وذنوب، مش تقلع وتملط في نفسك، مش كده. فكر في اللي هتقدمه، مش تفكر ازاي تتشهر. فكر في حاجه مفيده تقدمها للناس، بس تستكيف، تنبسط، تشير. مش تعمل حاجه سف وابتذال وحاجه مالهاش اي لازمه في الاخر الناس تشير برضه. لا، فكروا في اللي هتشيروا فيه، وانت فكر في اللي هتعمله يا بيبي.